هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. إن الجامعات المصرية عشرات الآلاف من الشباب يتخرجون سنويا، وهذا ونتيجة للفساد السابق كما يعلم كما سمعت اليوم من الرئيس كلينتون عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. كان يتحدث عن مشروعات هامة تتعلق بمصر، ولكنه لم يشعر بأن الحكومة المصرية جدية في الاستفادة من هذه المشروعات التي كان يود أن ينفذها في مصر، ولكن هناك آلاف الحالات المماثلة، ونحن نقدر تماما بأن قد تم تهريب أموال من مصر وهي كثيرة للغاية، هي ضعف ميزانية مصر خلال 30 عاما الماضية. إذا تم ضرب ميزانية مصر 3 أضعاف سوف تصل إلى مقدار الأموال التي تم سرقتها وتهريبها خارج مصر خلال هذه الفترة. هذا أدى إلى حالة من الركود فيما يتعلق بالصناعة والإنتاج، وهذا يقول بأن الأمر أسوأ، وبالتالي هناك أيضا ضرورة للإشارة بأن القطاع الخاص يمثل جزءا كبيرا من القطاع الرسمي في مصر، هناك 6 ملايين فرد يعملون في القطاع العام، ومع ذلك نحن نحتاج أكثر من ذلك. الفساد أدى إلى انكماش سوق العمل، وأيضا الأرباح كانت تنتقص من المورد. هذا أدى إلى تغيير حالة البلاد. هناك لدينا حوالي 6 ملايين عاطل غير، وأيضا هم حاصلون على مؤهلات عليا لكنهم يفتقرون إلى التدريب المتخصص لاكتساب المهارات اللازمة للعمل. أيضا لابد من توفير مشروعات كبيرة لإعادة إنتاج ونقل التكنولوجيا، وأيضا لتأسيس شركات كبرى من قبل الشركات، أو أن يتم إنتاج ما نحتاج إليه من أجل استيعاب هذه الطاقات المتمثلة في هذا العدد الكبير من الشباب الواعد، وهذا سيفيد المجتمع وسيفيد الشركات وحتى في الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت. نحن نتعامل مع قضايا كبيرة، قضايا فساد كبيرة. بعض الأفراد قد لا يمكنهم أن يتخيلوا حجم الفساد الذي كان في النظام السابق. نحن لدينا خطة واضحة للحكومة المصرية في المستقبل. هناك مخططات متضاربة، وهناك جذور منفصلة. أيضا هناك تزوير، كان هناك تزوير لإرادة الشعب من قبل، مما أدى إلى توسيع نطاق الفساد. نحن الآن في نقطة تحول، لدينا العديد من التحديات، من بينها هو العدد الكبير من الفتيان والفتيات الذين يتحمل مسؤولياتهم ممن لا يجدون عملا. أيضا هذا أمر يمكننا أن لا يمكننا أن نحله بين عشية وضحاها أو في خلال ليلة أو ليلتين، ولكننا لا نريد أن نتشائم، نريد أن نكون موضوعيين وأن نكون متفائلين.
أنا حريص للغاية بأننا نسعى لاتخاذ خطوات ثابتة في هذا المضمار، وأن يتم تحقيق الاستقرار مع كافة بلدان العالم. نحن لا نغلق أبوابنا في وجه أي بلد، ولكن لا بد من خلق توازن وعلاقات واتصالات مع بلدان العالم، والذي أصبح قرية صغيرة. أيضا تعزيز الإنتاج وقدرات الإنتاجية، فنحن لدينا قدرات إنتاجية هائلة في بعض المجالات. نحن لدينا إنتاج هائل. نحن نحتاج إلى أن نكون منتجين. أنا أكره الحديث عن القروض. أنا أقول بأنني أفضل إعادة الاستثمار. هذه هي رؤيتنا. نحن كدولة مصرية نحمي المستثمرين ونحمي رؤوس أموالهم، ونحن لدينا القدرة على حماية رؤوس أموالهم التي تأتي إلينا، ولإعداد وتمهيد الطريق للمزيد من المستثمرين لتوسيع قاعدة القطاع الخاص والاقتصادات متعددة الأطراف. هذا لا يتضارب مع حماية مصالح الفقراء في مصر، لأن العدالة الاجتماعية هي أن يتم ضمان الاستثمار والتنمية بشكل لا يؤثر بشكل غير متوازن على التنمية وتطوير العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، وضمان أن السلع المدعومة تخصص للفقراء. أيضا نحن لا بد لنا من إعادة النظر في الرسوم الجمركية، نظم الرسوم الجمركية والنظام الضريبي، وسن تشريعات تشجع الزراعة على أراضينا، وأيضا القضاء على البيروقراطية المفرطة، لأن البيروقراطية المفرطة تقتل الاستثمار. أيضا انتخاباتنا الرئاسية مضى عليها 3 شهور فقط، ولكننا حققنا تقدما. نحن نعتمد على أنفسنا وعلى شبابنا في العمل وفي البناء. نحن نحتاج أيضا إلى خبرة أصدقائنا من مختلف بلدان العالم، خاصة تلك البلدان التي لديها تجارب رائدة والتي حققت تنمية رائدة مثل البرازيل، والتي أصبحت من بين الاقتصادات الناشئة مؤخرا في الوقت الأخير. وأيضا إتاحة الموارد والموارد البشرية تحديدا، لأنها تمثل العجلة الأساسية للتنمية. نحن لدينا الإمكانات والقدرات، الأهم هو أن يتم ترجمة ذلك إلى واقع. أنا آمل ذلك قريبا، وآمل أن ترون ترجمة لذلك قريبا. أعتقد أنك إذا كنت ستتبنى النموذج البرازيلي فسيكون لديك داعمين كثيرين هنا بيننا. الكثير يلقون اهتماما بالغا لخطابنا. لقد قلت لسيادتك بأن النظام الدستوري ليس نظاما بيروقراطيا، وأنت تؤمن بإيمانا كبيرا بإرادة الشعب، وأنا أقدر ذلك لكم. ولكن القوانين تهدف إلى توفير فرص متاحة للجميع. إذا ما نظرنا في هذه الغرفة نجد أن هناك عدد كبير من المسلمات بيننا. هل يمكن أن ترفعوا أيديكن؟ أعتقد بأن
أريد أن نعرف أفكاركم عن تغير الحياة بالنسبة للسيدات والفتيات بالنسبة للتعليم والعمل، وما أيضا هو طبيعة العلاقة بالنسبة للأقباط والمسيحيين في بلادكم. أنا أعتقد أن الكثيرين على سبيل المثال في أمريكا، أنا كنت أقوم بالتصويت. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت 4 مثل الوسيط ولكن مجانا.